بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي. نحل مع بعض سلاح التلميذ علوم صفحة 24. يلا بينا على الدرس الأول والثاني والثالث. بسم الله. صح وغلط. 1. يعتبر الإنسان من الكائنات وحيدة الخلية. خطأ. 2. الخلايا البكتيرية أكبر حجما من الخلايا النباتية والحيوانية. خطأ. 3. تعتبر بيضة الطائر مثالا على خلية واحدة ترى بالعين المجردة. صح. 4. يتكون جدار الخلية من مادة السليولوز. صح. علل. 1. تعد النواة مركز للخلية لأنها تتحكم في جميع أنشطة الخلية. 2. يستخدم الميكروسكوب لرؤية الخلايا لأن الخلايا صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 3. يتحكم غشاء الخلية في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية لأنه يتميز بالنفاذية الاختيارية. 4. تعتبر الخلية نظاما متكاملا لأنها تتكون من عضويات تعمل معا لتؤدي وظائف خاصة تحافظ على حياة الخلية. السؤال الرابع. اختر. 1. أصغر نظام في جسم الإنسان هو الخلية. 2. مجموعة الأعضاء التي تعمل معا يطلق عليها جهاز. 3. لا تحتوي خلايا كبد الإنسان على جدار خلوي. 4. تسبح العضويات داخل الخلية في السيتوبلازم. 1. ماذا يحدث عند دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية وعدم خروجها؟ تنتفخ الخلية وقد تنفجر. 2. أين تتم عملية التنفس الخلوي؟ في الميتوكوندريا. 3. ما المقصود بالنسيج؟ هو مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة. التنفس الخلوي هو عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام لتستمر الخلايا في العمل. شكرا لكل واحد دعم القناة باللايك والاشتراك. بالتوفيق للجميع. بحبكم في الله. إلى اللقاء في درس جديد.